واحد في دوله من دول العالم الثالث مش واصل له اصلا كهرباء ولا ميه، ممكن وهو ماسك تليفونه يشوف واحد في دوله من دول العالم الاول في اوروبا او في امريكا، يشوف اللايف ستايل بتاعه ويشوف الفلوج، يشوف حياته بقى اليوميه وهو بيصحى وعايش في بيت عامل ازاي، والسرير اللي بينام عليه. وبتوصل الناس بتصور السرير اللي هي بتنام عليه حرفيا، يعني شوفوا يا جماعه اتفرجوا على سريري. فمن العرب ومن الاجانب يعني الاثنين. نازل امشي الكلب وبنط في البسين وراجع من الشركه والكلام من ده. فبقى المقارنه بقت عاليه قوي 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 الفتره دي والزمن ده. بنقارن فورمتي بفورمه غيري، صحتي بصحه غيري، نوع تليفوني بتليفون غيري، مرتبي مرتب غيري. زمان ناس كانت بسيطه، كل واحد عايش شغال وظيفه واحده، متجوز وعنده بيته ومخلف عيال، الاكل رخيص والحياه جميله، مفيش تضخم مفيش غلو، الدنيا سهله وبسيطه خالص. فصعب ان يبقى في ستريس او يبقى عندك مرض وتحس بالنقص ان انت شايف انت تمام، انا 100 100 انا راضي. لكن لما دايما افضل اظهر قدامك الحاجات اللي ناقصاك، انت تحس ان انا حياتي زفت، انا ما بشوفش غير اللي ناقصني بس طول ما انا بقلب في الموبايل.